السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كملين كلامنا. الناس اللي بتقول لي ما عندكش شغل غيره، ما عنديش شغل غيره. نتكلم موضوع مهم جدا يهم الشعب المصري حديث الساعة. مفيش بيت في مصر ما بيتكلمش عنه، مفيش واحد في مصر ما بيتكلمش عنه، سواء مالك أو مستأجر، أو حتى مش مالك أو مستأجر، ابن مالك أو ابن مستأجر. عشان الناس اللي بتكلم عليها دولت في ناس كتير قوي منهم ماتت وأولادهم الموجودين. ملاك بتعاني، مستأجرين، بعض المستأجرين راحوا حلوا محترمين، وكل يعني بتكلم في فيديو بتكلم عليهم، الناس محترمة راحت حلت. مشروع القانون الجديد من الحكومة اتقدم للبرلمان والرد على حكم المحكمة الدستورية العليا، ومنتظرين ان في نهاية الدور الانعقاد الخامس دوت اللي هو ينتهي بإذن الله، يعني في شهر 7 وآخر 6 هينتهي، يبقى في انتخابات جديدة. طلع القانون، وطلع بعد كده مشروع القانون من الحكومة اتقدم لمجلس النواب. في ظلم للملاك كبير جدا اللي هي الفترة الانتقالية والقيمة الإيجارية، ورغم عن كده يعني قلنا للناس دي أزمة واشتركوا مع الحكومة في تحمل المسؤولية، وقلنا تحية للحكومة إن هي قدمت هذا المشروع الشائك جدا والمهم جدا واللي يهم ناس كتير جدا من المصريين. رؤساء الأحزاب، بعض رؤساء الأحزاب وبعض أعضاء مجلس أغلبية خدوها مادة انتخابية وقعدوا يقولوا لا ما ينفعش، والكلام ملوش لازمة، وشعللوا النار ويطلبوا من الناس ينزلوا. وشفنا على بعض القنوات وبعض منصات التواصل الاجتماعي عشان يأثروا على الحكومة أو على الناس المحترمة في مجلس النواب. مشروع حكومة طلع بعد دراسة متأنية في 8 مواد، بناء على ما أثير من موضوع من حكم المحكمة، القيادة السياسية، رجال الدين، الناس من الشعب المحترمين، الناس اللي ملهمش مصالح شخصية، الناس اللي ما بيكتسبوش من قانون ظالم وجائر وظلموا المالك، وإنهاء احتلال المساكن القديمة والشقق المغلقة ترجع لأصحابها يستفاد بها الدولة ويستفاد بها الأفراد. الملكية تم الاعتداء عليها بموجب هذا القانون، يبقى لازم القانون ده ينتهي، لازم فترة ينتهي فيه ويرجع الحق لأصحابه. إنما شفنا اللي ملهمش حق بدأوا يتكلموا ويعملوا ندوات ونشوفهم في القنوات وعلى منصات التواصل الاجتماعي ويعترضوا، وبدأت يعملوها مظاهرات وتهديدات للحكومة والدولة وأمن وأمان وتشريد ومش تشريد. قلنا الدولة متكفلة بأي مستأجر بيقول لك مش هتطلع من مكانك بعد الفترة الانتقالية اللي هي كتير، إن الناس كتير جدا من الملاك بيقولوا ده ظلم. إحنا بقالنا 70 سنة، هم ورثة دلوقتي، بقالنا 70 سنة بنعاني. يعني ابن المستأجر عنده 60 70 سنة هيقعد 5 سنين تاني ياخد إيه بعد كده؟ انا ابني عايز يتجوز وعايز شقه وكده، هو كنت مستني القانون يرضي لي حقي والشقه المغلقه اخدها، او بعد 5 سنين اجل جوازه بعد 5 سنين. واغلبيه السكان ديت يا جماعه عند المستاجرين قانون الايجار القديم عندها املاك قليل جدا، قلنا الدوله هتتكفل بيهم، مش هنسيب حد، مش بنقولش حد يترمي في الشارع، انما لازم نرجع الحق لاصحابه. انما الكلام ده مش عاجب اصحاب المشاريع الشخصيه وبعض اعضاء مجلس النواب وبعض رؤساء الاحزاب، وعاملين ندوات ويتكلموا كلام في الفارغ كده ملوش لازمه. وناس بعض رؤساء الاحزاب والاعضاء عندهم مشاريع شخصيه، ما هو ده عنده محل وعنده عده محلات وسلسله محلات ايجار قديم ومصانع ومخازن ومخابز ومحلات واخدها وشقق، فاول واحد هيطبق عليك قانون هو. اذا كنت انت رئيس، مهما كنت رئيس حزب او عضو مجلس النواب، هتخالف القانون هيترفع عنك الحظانه يا عضو مجلس النواب، وهتتحاكم زي اي مواطن مصري عادي.
مش هتبقى انت عضو مجلس لما ينزل القانون فهيطبق عليك انت اول واحد، وهتخالف هتتحاسب. فعشان كده هم بدأوا يهيجوا الناس ويعملوا شرارة وينزلوا الشارع ويعملوا كده عشان ليهم مصالح شخصية. وبعض منهم خدها وعود انتخابية، يقعد مع الملاك يتكلم كلام ويقعد مع المستجانين يتكلم كلام. كل الكلام ده ما بخلش على السيد رئيس الجمهورية. نهاية كلامي بقول كلمة قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري كله وللحكومة والبرلمان وللأحزاب. هو قانون الإيجار القديم أو عقود الإيجار القديمة مدى الحياة، دي الناس ماتت، المستأجرين دولت الله يرحمهم، الله يرحمهم، ومش عارفين مين اللي قاعد في الشقق. اللي تعاقب بين مستأجر ومالك هم اتكلوا على الله، مش عارفين مين اللي قاعد في الشقق. مفيش حاجه اسمها مكتسبات. لا ما تجيش جنب القضيه دي عشان شقه، لا، السيد الرئيس عنده الشجاعه وعنده المقدره والحكومه عندها المقدره ان تتدخل في هذا الموضوع وتنهيه. احنا سمعة الدوله، فنسيبنا من الهراءات والكلام اللي هو بيتعمل دوت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات اللي ليها اهداف. بقول لهم لا، القياده السياسيه والحكومه والشرفاء من اعضاء مجلس النواب ورؤساء الاحزاب عايزين يحلوا هذه الازمه وينهوا عليها. انما اللي عايز يجزأها وعايز يأجل وعايز يقول لك لا البلد حالتها ما تسمحش، الامن والامان، كل الكلام ده كلام كذب. قالها السيد الرئيس ان عقود الايجار القديمه مش مدى الحياه. الناس الله يرحمهم، قصده الناس اللي اتعاقدت ملك ومستاجر الله يرحمهم، وما نعرفش مين اللي بيستفاد بالشقه دي. لازم الموضوع يبقى له نهايه، مفيش حاجه اسمها مستعصيه وكل حاجه تتحل. والسيد الرئيس والقياده السياسيه والحكومه عندها النيه ان تحل هذا الموضوع وتقضي على هذا القانون سيء السمعه. شكرا.